هشرح لك اللي انا اتعلمته. ايه رايك بقى يا صاحبتي في الفستان القمر ده؟ بصي بقى يا ستي، انا النهارده اتعلمت حاجه جديده ولازم اعلمها لك. زي ما انا قلت لك، انا عندي صندوق سحري. الصندوق قال لي ان انا عشان اعرف الحاجه الصح واختارها وابعد عن الحاجه الغلط، المفروض ان انا اتعلم، علشان لما هتعلم وافهم حاجات كتير هقدر اختار صح. فيلا بينا انا وانتي كل يوم نتعلم مع بعض، علشان انا وانتي ما نتخانقش مع بعض تاني وما نختارش الاختيارات الغلط. ايه رايك؟ وبالمناسبه دي قولي لي بقى ايه رايك في الفستان بتاع النهارده، عشان انتي طبعا عارفه ان انا عندي اتيليه للعرايس وبعمل كل يوم عروض للعرايس، فانا قررت ان انا اتصل بيكي عشان اقول لك ايه رايك في الفستان القمر ده، وانا بقول لك انا اسفه مش هنتخانق مع بعض تاني. قولي لي بقى اعمل بقى عروض للبنات من اول 1000 جنيه الفستان، ولا اعمل ايه؟ اكتبي لي بقى كده او ابعتي لي، وبرده هاخد راي البنات. اكتبوا لنا في الكومنتات لو هم عايزين عرض معين يكتبوه لنا. ايه رايك؟ لفلك لفه بروته. فانا وانتي كل يوم بقى هنتفق نتعلم، علشان احنا الاثنين نبقى اشطر، وكمان لما نيجي نربي اولادنا ان شاء الله نربيهم نبقى فاهمين بنربيهم ازاي، ونطلع جيل كويس، ونبعد عن الحاجات الوحشه اللي احنا كلنا بنسمعها اليومين دول وكلنا خايفين منها. فايه رايك؟ ونقول لصاحباتنا البنات كمان ييجوا معانا. هشوفك بقى بكره ان شاء الله، هروح اعمل العرض للبنات وانزل لهم على الصفحه بتاعه الشغل، وبعد كده اكلمك تاني بالليل نتفق احنا هنعمل ايه. يلا باي باي.